متعلق بحاجات كتير قوي. المخ بيتغذى على حاجتين اتنين، الاكسجين والماده السكريه. اللي هي الماده السكريه ايه بقى؟ دايما السكريات الاحاديه، الاحاديه اللي فيها ذره واحده كربون، بيسموها سيمبل شوجر، اللي هي زي اللي في سكر. اول حاجه في السكر اللي هو البسيط ده اسمه سكر الفاكهه. يعني اي فاكهه هتلاقي فيها السكريات بتاعتها قابله للذوبان بسرعه وتوصل للمخ بسرعه، اللي هي كم؟ لا 6 ذرات دي في السكروز. السيمبل شوجر هيبقى فيه نسبه اقل من ذرات الكربون المفروض يعني. او خلينا نقول بلاش بذرات الكربون وحاجه عشان ما نلخبطش الدنيا، هنقول السكر اللي هو سكر الفاكهه هو اول سكر ممكن المخ يستفيد منه بسرعه. وبعدين يجي بعديها مثلا عسل النحل، التمر، الحاجات دي كلها تفيد المخ كويس قوي. المشكله مش في دي، المشكله في امتى تاخد الماده السكريه دي. انا هتخيل معاك كده ان انت اتعشيت بالليل الساعه 8 او 9 او 10 سي، وصباح الصبح من غير فطار رحت الشغل، او عندك طفل وديته المدرسه من غير فطار. اول وجبه هياخدها بعد كده تبقى الساعه كام تقريبا؟ 12 واحده 2 لو هو روح بعد ما روح البيت، او لو خد سندوتش او حاجه، واغلبنا ما بيعملهاش، في حدود الساعه 11 11 ونص. عد بقى من 9 او 10 بالليل لحد الساعه 10 الصبح كام ساعه؟ 12 ساعه. المخ ما بيتغذاش، والمخ بيحرق السكريات بسرعه، ودي الحاجه الوحيده اللي ممكن تغذي المخ. لازم يكون سكر من نوع بسيط عشان يستوعب في المخ بسرعه ويقدر المخ يهضمه ويلففه في الدوره الدمويه. مشكله كبيره جدا انك تخرج الصبح من غير فطار. ممكن تخرج من غير فطار بس ما تخرجش من غير حاجه سكريه. طبعا السكريات هتتفاوت، تبدا بسكر الفاكهه وبعدين الحاجات التانيه وبعدين تنتهي بالسكر اللي هو السكروز والحاجات المربى والحاجات دي كلها. عشان كده الكونتيننتال بريكفاست اسمعوا عنه. يعني ايه كونتيننتال بريكفاست؟ اللي هو الافطار العالمي. جميع الاوتيلات في جميع انحاء العالم لازم توفرها للنزلاء بتوعها، اللي هو ايه بقى؟ الزبده والمربى. الزبده ماده دهنيه والمربى ماده سكريه، اهم حاجه عشان المخ يتغذى. ما تديلوش اكل بس لازم تديله الماده السكريه. شوف بقى كام واحد مننا راح المدرسه او راح الشغل من غير ما يفكر في موضوع السكريات ده، ويسيب المخ يحرق 10 ساعات 12 ساعه على ما فيش تغذيه. هتتعب على الساعه 11 تلاقي خلقك داء. الطفل يروح المدرسه مش قادر يفهم لان المخ مش قادر يستوعب. الطاقه بتاعتك نازله. في حاجات كتيره جدا ممكن تحصل لك بسبب دي. فيبقى مهم جدا ازاي تغذي المخ وامتى. لازم تبقى الصبح. وانتوا تسمعوا كم مثل يقول لك an apple a day keeps the doctor away. يعني تفاحه كل يوم ما تروحش للدكتور. طب التفاحه دي امتى؟ هم ما قالوش، هي بتبقى الصبح، دايما الصبح. عشان كده تلاقيهم دايما بياخدوا الصبح عصير البرتقال او عصير الجريب فروت، وده بيبقى فيه نسبه سكريات علشان الجسم يقدر يستوعبها وياخدها ينقلها المخ بسرعه والمخ يتغذى عليها. النقطه دي في غايه من الاهميه. لو انت بتنسى، لو انت طاقتك بتنزل، لو بتتعصب بسرعه، لو بيجيلك حر كده ما انتش عارف مصدره ايه، ممكن يكون السكريات. حتى اللي عنده السكر محتاج لنسبه سكريات، وسكر الفاكهه ممكن ينفع مع كل الناس. فدي نقطه مهمه جدا في تغذيه المخ. في نقطه تانية هقولها لكم، ده سر من الاسرار. عشان نبني خلايا المخ في حاجه واحده بس ممكن تبني خلايا المخ، لقيناها ايه بقى وانا تتبعتها لسنين طويله. الزبيب واللوز. انا ما اعرفش انتوا بتسموا اللوز ايه والزبيب ايه. في ناس بيسموه في اسماء غريبه كده له، انا ما اعرفش غير كده. اللوز اللي هو عامل زي العين ده كده، والزبيب اللي هو بيبقى مكرمش ده.
اللي هو العنب المكرمش. الاثنين دول مع بعض ممكن يغذوا خلايا المخ. لقيناها فين؟ لقيناها في اليمن. اللي منكم راح اليمن تلاقي الزبيب واللوز دول بيحطوهم على الرصيف، الراجل فارش حاجه كده